اني يعني حتى بعد ما اشتهرت هم كنت نفس الشيء يعني. بس هسه اني من افتح البرايفت بالسناب شات او ناس تجيني مسجات بالانستغرام انه شنو هالتغيير المفاجئ؟ لا هذا مو تغيير مفاجئ، هذا يعني المفروض إعادة حسابات. إعادة حسابات، صحيح. إعادة حسابات صحيح. وتغيير المسار. صحيح. وممكن تعتذرين عن الفيديوهات السناب اللي مضت لانه مو موثقيها على اليوتيوب. صحيح. فهي هاي المشكله انه صار التاريخ. بس الحلو انه انت اعترفتي قديش اكو شغلات قديش ثقافه الاعتذار انه ما بعد ما كان بهال 10 ثواني مو صحيح يا 10 سكند هسه صار دقيقه. هسه صار دقيقه. الله يستر. الله يستر. والله يعني 10 ثواني ما خلصنا. يطمعوهم بالزايد يعني. صحيح. فمثل ما قلت لك اني هوايه شغلات اني يمكن سويتها عفويه. اكو ناس شافتها عفويه وعادي، واكو ناس شافتها الاغلبيه شافتها اوفر بما ان احنا بمجتمع خليجي. فاني اعتذر امانه انه وصرت هوايه حذره، يعني هوايه حذره بشغلات هوايه بالسوشيال ميديا. يعني حتى على الحرف الواحد لازم يكون حذر. طبعا اكيد. لان اكو ناس نفس ما يقولون تقنص، يعني تقنص وتسيب وتبثه. صحيح. فهي هذا. فالمهم انه انت طيب اليوم بالبدايه مدحتي الجمال العراقي، حسيتش اذا تريدين تصالحين وياهم بعد اللي قلتيه والله العظيم والله امانه يعني اني ما كنت اقصد لما يعني هاي هم كانت عفويه. صحيح اجاني هجوم يعني مباغت نفس ما يقولون لاني حكيت عن الرجل العراقي، بس انا ما كنت اقصد انه يعني ازعلهم امانه. يعني انا هوايه بنات يحبوني انا راح اقول لك السبب شو. يعني احنا بدنا نحكي نتكلم بصراحه. هم اكيد متابعيك على السناب، فالصوره اللي ظهرتي بها على السناب هي اللي ما حبوها. ممكن السابقه ممكن ما حبوها، فمن جيت اعطيتي راي قالوا هي تتودد للرجل العراقي، تكسب العراقيين. هذا الكلام يعني اليوم هو مو موضوعي لانه ارد اعبر عليه بشكل سريع، لانه اكثر مره صرحتي بهذا الشيء. بس انا بدي اوضح ليش هالرد فعل الهجوم عليه، لانه استنادا الى الفيديوهات السابقه. الفيديوهات السابقه. بس اني يعني اني يمكن يعني الموضوع كان مو تودد، الموضوع كانت وجهه نظر. ما قيل يعني، عرفتي؟ يعني هو وجهه نظر وعادي. يعني يمكن انا كنت جريئه نوعا ما بهذا الموضوع. هذا الشيء اللي انت قلتيها جمله لكن انتشرت هوايه وجدتي عليك بفعل ايجابي انه هي صح في تعليقات سلبيه، ولكن يعني انه اشتهرتي. بس انا ما اريد يزعلون من عندي. انا يعني البنات لا انا قلت لك السبب انه احنا مجتمعنا مجتمع ايضا محافظ. صحيح. فمن بنا على الفيديوهات السابقه. صحيح. يعني العفويه هذا الشيء. صحيح. فاني يعني انا احبكم والله. طيب اجى الوقت تغني لنا شويه؟ يعني انا عندي احتقان يعني. طيب انا براحتك، ما يعني متى تغنين براحتك. هذا الموضوع بلقاء قادم ان شاء الله تغني لنا، يكون صوتك وتكونين ان شاء الله. وانا قلت لفراس قلت له انا عندي احتقان ويجي قال لي لا خلاص تمام. شلون قضيتي العيد؟ والله العيد كان حلو طبعا ويا الاهل. يعني اكيد احنا يعني صح. أنا ما رحت المغرب، بس تقاليد العيد المغربية هاي ضروري تكون موجودة. كلها حاضرة. باللبس المغربي طبعا، بالقفطان المغربي، وبالحلويات المغربية، بكعب الغزال وتعرفين أكيد. كعب الغزال والفقاس والشباكية وأتاي مغربي. أكيد هاي التقاليد هاي يعني تبقى ما تتغير. حتى لو الواحد كان مغترب أو ما شايف بلده يعني. اكيد اول يوم ويا الوالده الله يحفظها ويا خواتي طبعا اكيد. بس اول يوم بس اول يوم بعد احنا العيد عندنا يوم واحد. صحيح. فخلص ثاني يوم بعد خلص العيد. شو وقت سجلتي الاغنيه؟ الحب مالتي سجلتها تقريبا من قبل رمضان. سجلتها وكنت اريد اصورها برمضان صراحه. بس تعرفين برمضان الناس شلون يعني ماكو حد يريد يشتغل. صورت الفيديو اليوم فلهذا قلت بشكل حصري. اي بس ان شاء الله يظل يعني على اليوتيوب ان شاء الله ينتشر على اليوتيوب. اوكي. راح تصورين ان شاء الله؟ كنت راح اصورها برمضان. بس تعرفين برمضان كل مره الواحد ياجل باكر، اليوم باكر كسلان، اليوم باكر. فان شاء الله راح اصورها الفتره الجايه تصوير خفيف يعني وشبابي، واتمنى يا رب يعجبهم يعني ينال رضاهم اهم شيء. ومن كاتبه؟ الشعر ضياء الميالي. ضياء الميالي. وقلتي لي التوزيع؟ توزيع والحان الفنان حسام كامل، اوجه له التحيه، وهو صوته معي بالاغنيه. تجمعك صداقات قويه بالوسط الفني مع عراقيين؟
عندي صداقات طبعا. الفنان حسام كامل هو اللي كان يوزع لي اغانيه كلهم يعني. كل الفنان طبعا وليد الشامي صديق عزيز اوجه له تحيه. هوايه فنانين عندي اصدقاء صراحه والنعم فيهم كلهم وعلى راسي اكيد. وجهت لك دعوه ان تزورين العراق؟ بصراحه اجتني دعوات امانه، بس بعد اللقاء بعد ما صرحتي يا لقاء بيهم لأنه هواية. اجتني دعوات صراحة، بس أنا اوريدي عندي إن شاء الله زيارة بشهر 10 بإذن الله. أربيل أم بغداد؟ بغداد. بس لازم، لأن أكو ناس هواية هم يريدون يشوفوني بكردستان العراق، فأكيد راح أقعد شوية هنا شوية هنا. وهوايه هيك متشوقه اريد اشوفهم صراحه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. من شنو تخافين؟ بشكل عام هذا الوسط، بالوسط الفني صراحه. شوفي اني احتراما اوجه يعني للفنانين كلهم على راسي طبعا، بس ماكو صداقه بالوسط الفني. ماكو صداقه بين الفنانه والفنانه. يمكن تشوفين يمكن يكون فنان صديقك، بس فنانه بنفس الدومين اللي انت فيه ابدا ماكو صداقه. يعني كل فنان بهذا الوسط يعني ممكن يشوف مصلحته على ظهرك انت. يعني ما يقدر الاخوه، ما يقدر الصداقه. ماكو صداقه، كل فنان يشوف مصلحته. هذا الشيء الوحيد اللي يعني انا ما حبيته بالوسط الفني. لذلك تشوفيني اني بحالي ما عندي صداقات. يعني اوكي عندي صداقات سطحيه، مو هاي الصداقات اللي نقول على قد السلام. صحيح. مرحبا شلونك اخبارك مع السلامه. فهيك تضلين انت بالسيف سايد، مركزه بشغلك، مركزه بحياتك، ما لك علاقه باحد وما احد له علاقه بيك. وهو صح انه وسط شوي يخوف بالنسبه للبنيه، بس لازم تكون على قد نفسها، وعلى قولة البنيين قد حاله يعني. ايه قد حاله. جليلة، شنو امنياتك؟ امنياتي ان شاء الله شنو مشاريعك غير هذا الفيديو كليب؟ اتمنى ان شاء الله اول شيء امنياتي عم السلام طبعا. امانه على الوطن العربي كله. نحب بعض، نبطل شوي انتقاد، نبطل شوي يعني. واتمنى هم بالوسط الفني يعني اي انسان عنده موهبه نحاول نساعده، ما نحبطه يعني. انا مركزه بالوسط الفني، خليني ارجع على امنياتي. اتمنى ان شاء الله اكيد يعم السلام على الامه العربيه والاسلاميه اكيد. واتمنى اكو ناس هوايه كانت مفتهمتني غلط، ان شاء الله تكون هسه شافتني وافتهمتني صح. واتمنى ان شاء الله الاغنيه الجديده تنال اعجابهم. وهم عندي اغنيه عراقيه ويا الفنان حسام كامل ان شاء الله، اغنيه جديده. بعد ما اصور هاي راح انزل الاغنيه الجديده ان شاء الله، وراح تكون اكيد حصريه. راح تزيد الاغاني العراقيه. ما هسه هي اللي ناجحه امانه، هي اللي ماشيه يعني. او اكيد ان شاء الله. بس اتمنى تغنين الوان عراقيه اخرى، لان احنا يعني فن صحيح. أنا طبعا يعني مو مجاملة، ولكن أموت بالفن العراقي يعني من زمان، مو من هسه يعني. وإن شاء الله هم أكو أغنية جديدة عراقية وللفنان حسام كامل، راح تكون هم يعني مختلفة، مو نفس اللون الشباب اللي أنا نزلته. أتمنى يعني إحنا حكينا بالموضوع، إن شاء الله أتوقع راح تكون طربية شوي، لون مختلف، وإن شاء الله يا رب يعجبهم وبس. اوكي جليلة، شكرا اليوم حضورك ويانا. حبيبتي تسلمي لي يا رب. عيد سعيد. تسلمي وان شاء الله كل اللي علينا وعليك يا رب يتحقق ان شاء الله. حبيبتي قلبي تسلمي لي، وانا تشرفت بمعرفتك، وانت اعلاميه راقيه جدا، واتمنى لك التوفيق للجميع ان شاء الله. تسلمي يا رب.